طبعا انا مهما اتكلمت ومهما قلت انا مش هوفي اي حاجه من ان انا قد ايه بحبك يا ريس. والله العظيم بنحبك، والله العظيم ما احنا مش شايفين مصر من غيرك، والله العظيم مش شايفين مصر من غيرك. انت بجد عملت اكبر غلطه في حياتك ان انت اتنحيت وليه سبتنا. انا مش هقدر اقول ان انا اليوم ده عملت اصلا ايه، والله العظيم مش هقدر اقول. انا اليوم ده كنت حاسه ان انا هموت، انا اليوم ده كنت حاسه ان انا هموت بجد. محدش يعرف الكلام ده غير امي واختي بس. والله العظيم يا ريس انت غلط ان انت سبتني، انا مش شايفه مصر دي مع حد غيرك. انا من يوم ما اتولدت وانا بشوف صورك وانا مش بشوف حد غيرك يا ريس. والله العظيم انت اكبر غلطه عملتها. انا بس بعتب عليك في دي يا ريس، والله العظيم بعتب عليك في دي ان انت سبتنا مشيت عشان انا نتبادل من غيرك وهنروح في 60 داهية. انا عارفه مصر دي هتبوظ من غيرك. والله العظيم هنتدمر وهنتهزق وهيحصل فينا كل حاجه يا ريس انت كنت حامينا منها. والله العظيم هنتدمر. انا بس نفسي اشوفك واقول لك بجد ان انت احسن حاجه حصلت في مصر. ال 15 ولا ال 20 مليون مسيحي ده كان عايش في خير مبارك، هو اللي كان حاميهم. اوعى حد يقول لا. بتوع ميدان التحرير دول قذوات جزم، والله اوعى حد يقول لا. واوعى يقولوا ان كمان كنيسه القديسين زي ما بيقولوا ده فرقع لكم ده مين ده اللي فرقع؟ احنا عارفين من اللي بيعمل الحاجات دي. ولو في شويه كده دخلوا في دماغهم ان حبيب العدلي اللي عملها، انا من هنا بقول لا. انت كنت حمينا واوعى حد يفكر غير كده. احنا اللي قعدنا في مصر هو مبارك، وبعد مبارك انا هاخد عيالي وامشي. ما ينفعش اكمل هنا، ما ينفعش.